دبابيس البروستد بطريقه معلم خرافيه. بدي اشتغل لكم اياها اليوم. شوفوا لي على هالموديل، شوفوا معلم، تحفه تحفه من الاخر. وبدي اورجيكم القرشه تبعها. شوف 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 لي على هالدبوس، شوف ما شاء الله. ونغطه هيك. هذا بشو معلم؟ هلا بتشوفوه بالفيديو. المتومه الحاره شغله من الاخر. وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوف من قلبه كيف هيك بده يكون شغله تحفه فنيه. خلينا اول شيء حبايبي بدنا نجهز التتبيله تبع النقع. هلا اذا بدكم اياها تطلع معكم 100% بتجهزوها قبل بليله 12 ساعه، اقلها 6 ساعات مشان تاخذوا نتيجه صح. عندي هون فخذ دبوس. شوفوا لي على هالفخذ هذا منظف وناقعه انا بخل وملح قبل نص ساعه، وغاسله على 24 عادي. الدجاج بينغسل بس له اسلوبه المحدد، ما بنجأجئ حواليه مشان ما البكتيريا عندنا تنتشر. بنغسله بقلب وعاء. هلا الدجاجه مشان ناخذ نتيجه 100% وناخذ نكهه فيها تمام، بنجيب السكين هيك وبنعمل لها شرحه هيك بالنص بس. شايفين؟ بهذا الاسلوب كلياتهم بنعملهم هلا وبنرجع لكم. وبالنسبه للتتبيله حبايبي، عندي هون نص معلقه من الزنجبيل، وعندي معلقه صغيره من الهيل بيعطيها نكهه كثير طيبه، معلقه كبيره من الملح، وعندي كم عود قرنفل، وعندنا هون ورق غار، وعندي كم عود قرفه. بدي انزل عليهم هون بالليمون. ليمونه كامله مقطعه شرحات. شو بتفيدنا هي الليمونه؟ الليمونه بتهري الدجاج عنا، بتخليه طري كثير وما بيعذبنا بالقلي وبيستوى وبتطلع اموره 100%. كمان بيعطي نكهه. واخر شيء كمان ننزل عليه بمعلقتين من الخل الكبار. الخل برضه بيساعدنا بيطري الدجاج وما بيعذبنا بالقلي، بيستوي بسرعه. واخر شيء بدنا نغمرهم كلهم بالمي قد ما اخذوا مي، اخذوا حسب الكميه اللي انتم مستخدمينها. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حبايبي بنحركهم منيح منيح حتى التتبيله شو تتوزع عنا، ما تطلع عنا بكل جهه نكهه. هي هيك بالمي يعني بتفرط، بس الافضل انه نحركهم شوي. عرفتوا علي كيف؟ وبنغلفهم بالستريتش ونتركهم بالبراد لمده ليله كامله مثل ما حكينا حتى يتشربوا التتبيله. وبننتقل بعدين للمرحله الثانيه، مرحله التبهير والقلي. وما بدنا ننسى حبايبي اخر شيء 3 اسنان توم، هن اللي بجيبوا نكهه الدجاج. ولكريمه التوم شو بدنا؟ كالعاده اطيب كريم توم رح اعمل لكم اياه. كاس مي مقابلهم كاسه نشا، بدنا نحطهم كلهم بالمقلايه وندوبهم على البارد. شايفين حبايبي؟ حطيناهم هون هيك عنا. هلا بنستنى ليتجانسوا معنا ويصير قوامهم فازليني. هيك قوامهم عندي صار 100%. شايفين؟ مثل الفازلين تماما. هلا بدي استناهم ليبردوا، بتركهم ممكن بالمقلايه وممكن نحطهم على اي صينيه ليبردوا بنشتغل فيهم. وهيك بردوا عنا. هلا بدنا ننزل فيهم على محضره الطعام. هي المرحله الاولى. وبنعمل لهم خلطه. شايفين حبايبي؟ هيك رجعوا لقوامهم الرئيسي، هيك امورهم 100%. هلا بدنا ننزل عليهم بنص كاسه من المي. المي ما إلها عيار، بنشوف قوامهم كيف وقد ما بدهم مي بنضيف لهم. هاي عندي كاسه كبيره انا، طبعا المي بارده ما بدها تكون سخنه بيفرط معكم المتومه. المي بارده. ننزل اول شيء بنصها. عندي هون عصير ليمونه، بننزل كمان فوقها بعصير ليمونه كامله. وعندي هون حبايبي 4 اسنان من الثوم هرستهم انا مشان يروحوا نيفا وما يبينوا بقلب الخليط. ننزل فوقهم. وعندي الشغله الرئيسيه اللي بتجيب طيابه المتومه اللي هي بطاطايه مسلوقه، تعطيه قوام ونكهه خرافيه. جربوه مع البطاطايه وان شاء الله بتدعوا لي. وعندنا معلقه ملح صغيره، بتذوقوا ملحاتها، اذا لسه بدها ملح كمان بتحطوا لها. هلا نحن هاي على الكميه انا اللي حطيتها 100% امورها. وهلا حبايبي بنخلط كل المكونات مع بعض. شايفين حبايبي؟ لسه هيك بتاخذ معي مي، لسه بدها مي، رح كمل الكاسه كلها عليها. اخذت معي حبايبي بالضبط كاسه ونص من المي البارده. هلا بدي انزل هون عندي زيت نباتي. جيبوا زيت نباتي تكون نوعيته ظريفه وما له طعم مشان يعطيه قوام مناسب وما تظهر طعمته فيه. وظيفه الزيت النباتي انه يعطينا القوام الصح وينعم لنا الخليط. بننزل بشكل خيط تقريبا 50 ملي قدر كاسه صغيره، نص كاسه صغيره. وشوفوا لي على قوام هالمتومه هذا القوام الصح معلم. لسه بدي احطه هلا بالبراد ساعه زمان تطلع اموره تمام التمام.
هلا بدي اقيم قسم منه وبدي يساوي قسم الي شخصي. هاد شو هو؟ شوف لي معلم، شوف هاي دبس فليفله انا عامله، بس شو معلم؟ حار حار حار، هذا شلفطه. يعني اذا بدك شغله وبتحب الحد، هلا قسم بسيط منه بنخلطه مع المحمره بيطلع طعمته خرافيه، والحر لفوق فوق معلم. شايفين حبايبي؟ هاي الحد الصح. هلا بدنا نخلطها مزبوط ونسكبها. وللتطحينه شو بدنا نعمل معلم؟ بدك 3 كاسات من الطحين ولا بنحكي عن بهاراتهم؟ بنحط اول شيء الطحينات هون حبايبي. بالنسبه للبهارات اللي بدنا نشتغلها، كل العيارات اللي اشتغلتها معلقه صغيره على الماشي. عندي بابريكا، وعندي زنجبيل، هيل ناعم وكاري، فلفل ابيض وبصل بودره، ثوم بودره، بالاضافه لهون بس هون استخدمت معلقتين من الملح. وهلا بدي اخلطهم منيح منيح مع بعض مشان البهارات كلها تنخلط مع الطحين. انا نسيت، انتم ما تنسوها، معلقه صغيره من الفانيليا بتعطيه نكهه وريحه طيبه كتير كتير للدجاج. بنحطها مع الطحينات وبرضه بنرجع نخلطهم. وهلا وقت التطحين، هلا فيكم تشتغلوها تطحينه واحده تطلع الحرشفه تبعها بسيطه كتير، واللي بيحبها سميكه بيعملها ثنتين. انا عندي الاولاد بيحبوها سميكه، رح ساوي لهم اياها ثنتين. ناخذها بهالاسلوب هذا، تمام. بنحطها هون هيك، ها، نطحنها منيح منيح. شايفين حبايبي؟ بنعمل لها نفضه هيك. هاي التطحينه الاولى. بنجي على المي، لا بدنا بيض ولا بدنا شيء، بالمي بس مي بارده بنعمل لها هيك وبنشيلها وبنرجع لهون نفس العمليه. نطحنها منيح منيح، بنعمل لها هيك وبنشيلها ونحطها هون على جنب. شايفين بالاسلوب؟ بنرجع على المي بنرجع لهون. وحبايبي بدنا نكون سراع بالشغل، يا اما تكونوا عم تشتغلوا اثنين، واحد يطحن والثاني يقلي مباشر. ما بدنا الدجاج لان نرطب في تحت مي، ما بدنا اياها تاخذ كل الطحينات وما تطلع الحراشف مثل ما بدنا. وهلا بدنا نقلي. انا حميت الزيت طبعا على نار متوسطه. التحمايه، حتى تحمايه الزيت لا تحموه على نار عاليه، حموه على نار متوسطه. وبتنزلوا بالدجاجات وبتخلوه على نار متوسطه ومايله لانه تكون واطيه شوي. ليش؟ ما بدنا الدجاج ياخذ وش من برا وما يستوي من جوا. اذا كانت النار عاليه دغري بياخذ وش معنا وبيحترق وما بيستوي من جوا. وبننزل فيه على هالغاز. شايفين حبايبي؟ هيك صار لهم تقريبا 6-7 دقائق عم ينقلوا. شوف بلش، شايفين موديلها؟ هيك موديلها 100%. ما بدنا حراشف عدم مؤاخذه كثير كبيره تضايقنا بالاكل، ولا بدنا اياها نهائيا. وقت تحط لها بيض صراحه انا ما بحبها بالبيض، لاقيها نفشت كثير. النفشه هالقد والدجاجه دوب فيها. هيك طيبه وصحيه اكثر وامورها 100%. ويا عيني يا عيني يا عيني على الدلال، يا عيني. شغله من الاخر معلم. شوف لي على هالمنظر، شوف شغله مدلله مدلله هيك. عرفانين شو شاغلين، عرفانين المواد اللي مستخدمينها، وامورها تمام التمام. تطلع عندكم واطيب من المطاعم اذا اتبعتوا كل الخطوات. ما تنسونا من اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.